قبل ما نبدأ فيديو النهارده حابب اقول لكم صلوا على النبي. فيديو النهارده يكون الحلقة الثالثة من حكاية تنمع سارق القدرات، وبنستكمل مطرح ما وقفنا مع الاشخاص اللي واقفين في ساحة القتال اللي بيكونوا مصدومين من مهارة تنمع وقوته. واول ما بنروح مع تنمع بنتلاقيه مفعل المهارة الجديدة اللي هو لسه مكتسبها دلوقتي حالا، وهي الكرة المخترقة، وبيوجهها ناحية العملاق، وبالفعل بيتلقى ولكن بتروح بسرعة بطيئة. كل الاشخاص اصلا بيكونوا واقفين وبيكونوا مستعجبين ومصدومين وبيكونوا متفاجئين جدا، لان الكرة ديت ماشية بسرعة صغيرة وهي اصلا مجرد كرة. ازاي هتخترق الجدار بتاع الضخم ده؟ انت بتهزر معانا ولا ايه؟ والضخم هو كمان بيضحك وبيتكبر كده وبيقول له طب فكر ان انت هتخترق الدراع بتاعي بمجرد الكرة الصغيرة بتاعتك ديت. الظاهر كده ان انت بتحلم، ولو كانت ديت ورقتك الرابحة فوريني. وما بعدش وقت كتير والكرة بتيجي قدامه، وخصيصا عند دراعه الشمال، وهو بيكون واقف وثابت لان المهارة بتاعته ديت بتخليه يثبت في المكان ما بيتحركش. وفجأة وتحت انظار الجميع بيتصدم لان الكرة ديت بتقدر ان هي تخترق دراعه. بالفعل بتخترقها وما فيش اي حاجة بتقف قدامه، وهو بيكون مصدوم والدم بيبدأ ينتشر في المكان وبيبدأ يصرخ من الألم. وتنما بيقول له انا نصحتك ان انت تلغي المهارة بتاعتك دي وتتحرك وتتفاديها، ولكن انت ما سمعتش كلامي. استحمل بقى وشوف اللي هيجرالك. وانا اكتفيت بدراعك لان انت مجرد انسان وانا ما بقتلش بشري. والعملاق راقد على الارض وبيكون بينزف بشكل كبير وبيكون بيصرخ. وتنما بيبص لاصدقائه وبيقول لهم انتوا واقفين بتتفرجوا عليه، خدوا يلا ودوا للمستشفى قبل ما ينزف اكتر من كده ويموت. يلا امشوا من قدامي دلوقتي حالا، والا هيبقى مصيركم نفس مصير صاحبكم. وهم بالفعل بياخدوه وبيبداوا يمشوا من المكان وهم مصدومين. والمستيقظين اللي موجودين في المكان من ضمنهم جاء بيكونوا مبسوطين جدا من تنما. وفي اتنين من المستيقظين بيروحوا يعرضوا على ان هو ينضم ليهم، ان هم يخش مع بعض ساحة القتال. كل واحد بيقدم له عرض شكل، وتنما ما بيردش عليهم، وهما الاتنين بيتخانقوا مع بعض، وكل واحد بيكون عايز ياخد تنما له هو ويضمه لفريقه. وتنما بيقول في نفسه كل الوحوش اللي جوه بيمتلكوا دفاع كبير برضه ممكن نسويه مع الضخم اللي انا لسه هزمه دلوقتي. والمهارات الكرة المخترقة بتزداد كل ما انا اكسر دراع شخص، والساحة ديت هتكون مناسبة جدا ان انا ارفع من سرعتها. والاتنين الاشخاص اللي كانوا بيعرضوا على ان هم ينضموا ليهم، يلا اختار دلوقتي واحد مننا تنضم ليه. وتنما بيفاجئهم هما الاتنين وبيقول لهم لا انا ولا هختارك ولا هختاره، انا هروح لوحدي. وباقي المستيقظين اول ما بيسمعوا منه الكلام ده بيقولوا له انت متكبر على الاخر. فالساحة اللي جوه ديت من المستوى 15 وفيها وحوش كتيرة جدا ودفاعات اقوى. وبعد كده الاتنين اللي كانوا بيعرضوا على تنما ان هو ينضم ليهم بيسيبوه وبيمشوا من المكان، لان هم بيلاحظوا ان هو متكبر على الاخر، فعشان كده بيسيبوه وبيمشوا. وجهه بتيجي لتنما وبتقول له يا تنما العروض اللي الشخصين دول عرضوها عليك حلوه جدا، خصيصا مع الدفاعات بتاع الوحوش اللي جوه، وانت ما وافقتش معانا كده ان انت في دماغك خطه. وتنما بيقول لها ايوه انا في دماغي خطه ومالكيش دعوه، انا معايا مهاره تقدر ان هي تخترق اي دفاع، وما تخافيش عليا انا مش هموت. وهي بتقول له يا عم ما تموت ولا تتحرق، انا ما يهمنيش انك هتموت ولا لا، اللي يهمني دلوقتي ان انت لو مت جوه فابوي هيجي يأنبني، لان انا المسؤول عليك دلوقتي. وانا هديك نصيحه صغيره لله، الوحوش الحجريه اللي جوه بتمشي من غير عقل، بس هي برضه بتمشي في مجموعات، وده هيستهلك منك كميه مانا، فخلي بالك. وتنما بيقول لها شكرا على المعلومه، وبعد كده بيسيبها وبيمشي بيروح على البوابه. واول ما البوابه بتاعت الساحه بتتفتح تنما بيتصدم وبيقول ده عددهم كبير. واول ما بنخش على الساحه بنتلاقي بالفعل في عدد كبير جدا من الوحوش الحجريه جوه عمالين يتخانقوا مع بعض. بتطلع حاله الاحصائيات بتاعهم وبيكون اسمهم قبيله الحجر من المستوى التاسع، ومجموع الاحصائيات 460. وفي واحد من الوحوش الحجريه بيشوف تنما فبيتوجه عليه عشان يهجم عليه، وتنما هو كمان بيهجم عليه بالمهاره الجديده وهي الكره المخترقه. والكره المخترقه بتخرج في الوقت ده ما يهمناش بقى هي سرعتها قد ايه، لان الوحش اصلا هو اللي بيخش عليها. واول ما بتلمس الوحش بتخرمه حرفيا، والنظام بيطلع له بيقول له هزمت تمثال حجري من المستوى التاسع، وازداد سرعتها لان الكره المخترقه بنسبه 100. وتنما بيكون مبسوط من المهاره ديت وبيقول كما هو متوقع من الكره المخترقه. وباقي الوحوش الحجريه اول ما بتشوفه بتهجم عليه باعداد كبيره. وتنما هو كمان بيفعل مهاره البرق وبيبتسم كده وبيقول في نفسه مع ان الوحوش ديت مستواهم عالي ولكن سرعتهم بطيئه، وانا هستعملهم كوقود لنمو الكره المخترقه بتاعتي. وفي وقت صغير بيكون تنما قتل معظم الوحوش الحجريه اللي موجوده، وبيتلقى الاشعارات من النظام بتركية سرعه الكره المخترقه. وتنما بيقول الكره المخترقه بتستهلك 50 من المانا، وما فاضلش غير كورتين مانا بس اللي هعرف اطلقهم. والموضوع ده وحش ليا لان في لسه وحوش تانيين كتير ولسه الزعيم ما ظهرش، وانا المانا بتقل بشكل كبير. واخر اتنين من الوحوش الحجريه اللي موجوده بيهجموا على تنما، وتنما واقف في النص، فبيجي له فكره وبيقول انا لازم اقتل الوحشين دول بواحده بس من الكره المخترقه. واول ما الوحشين دول بيقربوا منه بينط للاعلى والاتنين بيتصادموا في بعض، وهي ديت اللحظه المناسبه وبطلنا بيوجه الكره المخترقه ناحيتهم هما الاتنين، وبيعموا الشعله بالحماس بيتلك عليهم. وبالفعل الكره المخترقه بتقدر ان هي تخترقهم هما الاتنين،
وتسحقكم عن بكرة أبيهم. والنظام بيطلع له بيقول له هزمت تمثال حجري من المستوى التاسع، ازداد سرعة الطيران الكرة المخترقة بنسبة 100. ونفس الإشعار ده بيتكرر مرة كمان. واول ما بيقضي على جميع الوحوش اللي موجوده بيرود على الارض وهو مرهق، لان خلاص المانا بتاعته خلصت، ما فاضلش غير 60 نقطه مانا بس. وبطلنا اول ما بيقوم وبيفتح النظام بيتلاقي ان الكره المخترقه ازدادت بمقدار 5 امتار. وهو واقف بيتامل في النظام بيتلاقي في قبضه نازله عليه من فوق عملاقه، والقبضه دي بالفعل بتنزل عليه وبتعمل ضجه كبيره جدا في المكان من قوتها. وبيظهر الوحش اللي ضرب القبضه دي وظهر عليه كده ان هو الزعيم، والاسم بتاعه تمثال حجري عملاق من قبيله الحجر. المستوى بتاعه 15 واجمالي الاحصائيات 777. وأما الغبار بيتشال بنلاحظ ان تنما تفادى الهجمه بتاعته ديت على اخر لحظه وبيفعل مهاره موجه الرعد. واول ما بيفعل مهاره موجه الرعد بيروح على طول ناحيه الوحش، وفي نفس الوقت بيكون خايف بعض الشيء لان الزعيم ده عملاق زياده عن اللازم وده هيأثر عليه بشكل كبير. وبطلنا بيبدا يطلع على العملاق وبيكون شاكك اصلا من الكره المخترقه لان هي حجمها صغير مقارنه بالعملاق اللي قدامه، فبيكون شاكك ان هي تعرف تقضي عليه ولا لا. واول ما بيروح ناحيه دماغه بينط قدامه وبيخرج الكره المخترقه وبيوجهها مباشره ناحيه دماغ العملاق وبيطلق على طول. ودي بيكون اخر فرصه لبطلنا لو ما عرفش ان هو يعمل اي حاجه فالوحش هيقضي عليه بعديها لان المنه بتاعته خلصت خلاص. وشكوك بطلنا كانت في محلها، والكره المخترقه ما قدرتش ان هي تعمل اي حاجه مع العملاق ده بحجمها الصغير. والعملاق بيزور على وش تنما وتنما بيكون مصدوم لان هو طاير ومن غير اي حاجه، فالتوازن بتاعه مختلف عشان كده الوحش بيروح عليه بقبضه وتنما ما بيكونش عارف يعمل اي حاجه ولا يتصرف ازاي. وديت لو ما تعرفش يا صديقي فديت كارثه، فعشان كده ما قداموش غير حل واحد بس في ان هو يفعل جدار الجليد الاسود، وده برضه مش هيعمل اي حاجه ولا يصد الضربه وبيفعله بالفعل وبيحطوا حاجز ما بينهم هما الاثنين. ولكن القبضه برضه بتكون قويه وبترمي وبتكون قادره ان هي ترجعه للجبر اللي ورا وتسحقه من قوتها. وتنما بيبدا ينزف دم من بقه وبيقول الضخم ده اصلا ما انا كنت متوقع. ونزام بيطلع لتنما بيقول له تم رصد مهاره جديده من الرتبه بي، بدات المحاكاه الفائقه. وبطلنا بيفرح وبيضحك وبيقول ده جيد جدا، في مهاره جديده انا هكتسبها والمهاره ديت بنسبه 100% هي هتساعدني قصاد العملاق ده. وبنسيبه بقى بنتوجه ناحيه مقر الريجي وهو قاعد فيه، والحارس الشخصي بتاعه بيكون بيتكلم في التليفون والظاهر كده ان الاخبار اللي خدها مش كويسه وبيطلع صوت. وريجي بيزعق له بيقول له يا الواخد الغبي، انا مش قلت لك ما تطلعش صوت؟ انا بتضايق من الصوت العالي. فالحارس الشخصي بتاعه بيقفل في التليفون وبيروح له بيقول له يا سيدي انا بعتذر منك بس في مشكله. وريجي بيقول له اخلص بسرعه انا مش فاضيلك، الوقت بتاعي بفلوس. والحارس الشخصي بتاعه بيقول له في شخص مجهول قدر ان هو يعدي الحراس بتوعنا ودخل الساحه اللي انت كنت منبه على ان ما فيش اي حد يخش. وريجي بيتعصب على الاخر وبيكسر الكوبايه اللي في ايده وبيقول معنى كده ان هو قدر ان هو يهزم اوغاتاكي. انا الوقت اللي فات ده كله كنت عمال اعلفه عشان بعد كده يجي يتهزم قدام شخص مجهول المصدر. معقول يكون في واحد من المستوى 30 قدر ان هو يحضر في المكان ويهزمه؟ والحارس الشخصي بتاعه بيقول له لا يا سيدي، فالمسألة ظهرت بعدد كبيره في الفتره الاخيره وكل مستيقظ بيعدي المستوى 30 راح عشان يخلصهم، وما فيش اي مستيقظ من المستوى 30 موجود حالا في المدينه. وغير كده يا سيدي فالساحه ديت من المستوى العاشر. وريجي بيقول له يا احمر انت بتقول لي دلوقتي ان واحد من المستوى العاشر قدر ان هو يهزم اوغاتاكي؟ والحارس الشخصي بتاعه بيقول له ايوه يا سيدي، لو تسمح لي بس بعد الوقت انا هروح وافهم لك ايه اللي حصل وهجي لك تاني واقول لك على كل المعلومات المفيده. وريجي بيقول له لا خلاص ما تروحش، حتى لو في مستيقظ من المستوى 30 هو اللي هزمه فانت موجود هنا، وانا من رايي ان احنا نروح دلوقتي. فمهما بلغت قوه الشخص ده فهو مش هيقدر ان هو يخلص السعاده في الوقت الصغير ده. والحارس الشخصي بتاعه بيقول له بس يا سيدي احنا ما نعرفش الشخص ده ولا نعرف عنه اي حاجه، فاحنا لو رحنا هيكون خطر. فالسيد ريجي بيغضب عليه كده وبيبص له بعين حد وبيقول له يا الوغد انا مش قلت لك قبل كده ان انا ما بحبش اعيد كلامي؟ والحارس الشخصي بتاعه بيكون مرعوب بيقول له امرك يا سيدي. وريجي بيبدا يجهز وبيقول انا هخليهم يندموا لانهم وقفوا قدام عائله كين شويتا وبنسيبهم مع راحتهم وبنرجع مع صاحبنا تاني. وهي ظاهره اللوتس بتبدا تطلع والعد بيوصل ل 100%، وعشان تنمو واقف على راس الوحش زهرة اللوتس هي كمان بتطلع فوق زهرة الوحش وبتغطي تنمى بالكامل وبيكون حجمها صغير مقارنة بالعملاق اللي هي واقفة فوقيه. والنظام بيطلع له بيقول له اكتمل تحليل العملاق الرتبة بي. والتنمى بيستغرب كده وبيقول مش من المفروض ان النظام ده يقول لي ان انا اكتسبت مهارة جديدة؟ هو من المعقول ان انا ما اكتسبتش مهارة جديدة بس الكرة المخترقة بتاعتي اتطورت؟ والاسئلة دي كلها بتلاقيها في النظام اللي بيطلع له بيقول له بعد ما اكتسبت مهارة العملاق فانت تقدر ان انت تتحكم بحجم الكرة المخترقة بتاعتك باستهلاك
استهلاك المانا. وكمان الاثر السلبي ازداد، كل ما اسقطت عدو دفاعه اعلى من دفاعك فهتزداد سرعه الكره المخترقه بنسبه 200، والحد الاقصى بتاعه هو 500. وتنما بيستغرب من الكلام ده وبيقول الاول لما كنت بخترق دفاع اعلى من دفاعي كانت بتعلى بنسبه 100، دلوقتي النظام بيقول لي بعد ما اخترق اي درع اعلى من درعي فالكره هتزداد بنسبه 200 مش 100. وزاره اللوتس بتبدا تتفتح وتنما بيخرج منها وبيقول والاهم من ده كله ان انا هعرف اتحكم بحجم الكره المخترقه بالمانع، والموضوع ده هيفيدني وخلينا نجربه بقى دلوقتي. والنظام بيطلع له تاني بيقول له الكره المخترقه من المستوى الثاني جميع الاحصائيات ازدادت بمقدار 20، والاجمالي الاحصائيات دلوقتي 1120 نقطه. وتنما بيطلع للاعلى وبيفعل المهاره الجديده على الكره المخترقه وبيكبرها اكبر اصلا من العملاق اللي تحته. والكرة ديت هو حط فيها كل المنى اللي هو بيمتلكها بعد ما حتى النظام جددها له. ويلا دلوقتي يا كرة المخترقة انطلق ووريني قدرتك ومهارتك وقوتك. والكرة المخترقة بتبدأ بالفعل تنطلق ناحية دماغ الوحش مباشرة، والكرة ديت بالفعل بتقدر ان هي تخترق الوحش وتدمره وبتفتته لحجر صغيرة اكبر حجر فيها متر او مترين. وبطلنا بيبتسم وبيقول باين كده ان انا بلغت في حد القوة بتاعتي وخلاص كده المنى بتاعت ما خلصت. والنظام بيطلع له بيقول لك قد نجحت في هزيمه التمثال الحجري العملاق من المستوى ال15 ويزداد سرعه طيران الكره المخترقه بنسبه 200. وتنما بينزل على الارض وبيقول انا ما كنتش متوقع خالص ان الكره المخترقه هتكون بالقوه ديت وبالحجم ده. وكمان السرعه بتاعتها ازدادت وبقت دلوقتي بتتحرك في 7 امتار في الثانيه الواحده. والنظام بيطلع له بيقول له كل الزيادات اللي الكره المخترقه زادت ده دلوقتي المجموع الكلي بتاعها 700. وبعد كده تنما بيقوم يقف وهو ماسك الحجر اللي خده بعد ما قتل الوحش. وبقول الاثر السلبي لمهاره انفجار اللوتس هي بتزود في النقاط بتاع المهارات. والنظام بيطلع له تاني بيقول له انفجار اللوتس الاثر السلبي كل ما قتلت كائن حي من المستوى الاول واعلى من كده فالمهارات هي كمان هتزداد بمقدار 1%. هو تنما بيقول انا لو فضلت اقتل كائنات حيه بالكره المخترقه ديت فبعد كده انا هقدر اقتل وحوش من على بعد مئات الامتار بل الاف الامتار بالكره المخترقه ديت. وبنخرج خارج الزنزانه والزنزانه بتاكد لجميع اللي موجودين ان تنما نجح وقدر ان هو يخلص ساحه من المستوى ال15 في 3 دقايق وثانيه واحده بس، وده رقم قياسي جديد. وده اللي بيزم جميع اللي موجودين وبيقولوا ازاي قدر ان هو يخلص ساحه من المستوى ال15 في 3 دقايق وثانيه واحده بس. ده جين اللي بيتلقب بأمل البشرية أقوى شخص في العالم دلوقتي خلص الساحة ديت في 3 دقايق و19 ثانية. وتنما بيخرج بكل فخامة وقوة وهم جميع اللي موجودين بيكونوا بيبصوا عليه وهم مصدومين لأن هو ما اتصابش ولا حتى خدش واحد. واللي فرحانة أكتر من اللي موجودين كلهم هي جيها اللي هو بتقول في نفسها قدر إن هو يخلص الساحة ديت وخرج سالم وما فيهوش أي خدش واحد، ده حتى قدر إن هو يكسر رقم جين القياسي. وبتكرمش وشها تاني وبتروح لتنما وبتقول له قدرت إن أنت تكسر رقم قياسي جديد الف مبروك. وتنما بيقول لها عيب عليكي فالوحش اللي جوه ده الدفاع بتاعه ما يقدرش يقف وصاد المعلم تنما. وبتفاجئ لان بتلاقي فراشة روحية واقفة جنب جيها فبتسأل هي ايه الفراشة دي وجيها بتقول له الفراشة ديت هي الفراشة الروحية بتاعتي واللي بتتلقب بفراشة اليشم. وتنما بيكون مستغرب الاخر وبيقول فراشة يشم انا اول مرة اشوف وحش روحي ويا ريتني كنت شفتهم من بدري لان هم شكلهم جميل ولطيف. وانا كنت عايز اسال سؤال بس من بدري يا جيها هي مهنة المستيقظين عدد ده قد ايه؟ وجيها بتستغرب وتقول له انت ازاي ما تعرفش حاجة اساسية زي كده؟ وهي بتبدا تشرح وتقول له تنقسم المهن الى 4 انواع وانا اعرفهم كلهم بس اللي شفتهم بعيني هي 3 انواع بس. واول واحده وهي مستخدم العناصر اللي بيحصل على مهنه مستخدم العناصر بيقدر ان هو يستعمل 7 عناصر مع بعض النار والماء والخشب والمعدن والارض والرياح والبرق وديت هي اعلى مهنه في القوه من بين باقي المهن. وانت شفت المهنه ديت قبل كده يا تنما مع زميلك الطالب لما هو استيقظ وبدا ان هو يهجم عليك ده هو برضه حاصل على مهنه العناصر. حتى كمان اوغاتاكي اللي كان بيستخدم المعدن هو كمان حاصل على المهنه ديت. وتاني مهنه وهي مستخدم الارواح بتقدر ان انت تعمل عقد مع اي وحش روحي وتستدعي في القتالات وتقدر ان انت تقاتل جنبا الى جنب انت وهو وتتحكم فيه براحتك. هو انا اللي بستخدم المهنه ديت يا تنما فراشة اليشم الرتبه بي من المستوى ال15 وما بنعرفش يا صديقي المهن او الاحصائيات بتاعتها لان هي بتكون محجوبه. وتطلع حاله الاحصائيات بتاعت جيها بيكون النوع انسانه من المستوى السادس المهنه مستخدم ارواح وما بنعرفش عدد الارواح اللي هي بتمتلكها والاحصائيات ده كله محجوب. وجا بتقول له يسأل تاني يا معلم ولا ايه؟
وتنما بيستغرب كده وبيقول لها مستوى الوحش الروحي بتاعك اعلى من مستواكي، انت بالفعل مستيقظه مخضرمه. وهي بتاخد ضربه في قلبها وبتقول في نفسها هو اللي صرح قوي كده، وهي بتوضح له بتقول له انا نسيت اقول لك على حاجه. فالوحوش الروحيه بتقدر ان هي تمتص الخبره من سيدها، وديت هي الاجابه المثاليه لسؤالك. هي بتقدر ان هي تعرف المستوى بسبب سيدها. وتنما وشه بيتقلب الى وش جد وبقول معنى كده ان اي حد بيحصل على مهنة الارواح فلازم السيد هو اللي يتقتل الاول مش الروح، لان السيد اضعف من الوحش الروحي بتاعه. وجهها بتكون خايفة لان هي حاسة بهالة طالعة من تنمة، هالة مرعبة وهالة غريبة، والهالة ديت مش اول مرة تحسها، ده حسيتها قبل كده كتير. وتنمة بقيت تفكر ده بيقول لها طب باقي المهن ايه الاخبار عنها؟ انت ما قلتليش غير 2 بس. وهي بتعرفه وبتقول له سوري، فتانيت مهنة انا ما اعرفش عنها معلومات كتير، وهي مهنتك التاتنة مهنة كاسر النظام. ومش اي حد يعرف معلومات كتيرة جدا عن المهنة ديت، لان كاسر النظام بتختلف عن شخص وشخص. يعني انت بتمتلك قدرات مش زي شخص بيمتلك المهنة ديت، واحنا دلوقتي في قلب الحدث، فظهرت الوقت اللي انت بتمتلكها مش مع اي حد. في مستيقظين تانيين بيمتلكوا المهنة ديت ولكن القدرات بتاعتهم متغيرة في انهم ممكن يتحكموا بحجم جسدهم والحجم الحاجة اللي في ايديهم. وفي منهم برضو اللي بيقدر يصنع نسخ لا نهائية، وفي كمان منهم اللي بيقدر ان هو يطول جسمه ويستخدمه كالمطاط. والمهارات العادية بتتصنف من الرتبة سي الى الرتبة اس. اما بقى مهنة كسر النظام فهي بتتصنف من الرتبة زد. ومهارة كسر النظام ديت مهارة خاصة، واوسخ رتبة يا صديقي وهي رتبة سي، واعلى رتبة هي رتبة اس. ولمهنة كسر النظام معلومات ما يعرفهاش غير اللي بيمتلكها، لان لو العدو بتاعك عرف مهارتك فانت هيبقى خسرت اعظم اسلحتك، وهو يكون عارف كل حركاتك وعارف كل مهاراتك. وانت برضه يا تنما فانت حالة نادرة من بين كل مستخدم كاسر النظام، لان انت على الاقل كده بتقدر ان انت تستخدم 3 مهارات على الاقل، ومن ضمنهم 2 ما يستخدمهمش غير شخص يستخدم مهنة العناصر. وتنما ما بيكونش معاه خالص، ده بيكون بيفكر حاجة تانية وشايل هم ان المعلم بتاعه اول ما يجي فبنته هتقول له على كل حاجة هو كان بيعمل. فعشان كده بيقول انا لازم اخد حذري في التصرفات بتاعتي والاسئله بتاعتي. وبيوجه كلام والجواب بيقول لها والكلام على المهنه الاخيره بقى انا عمري ما شفتها قبل كده وسمعت عنها. وهي بتقول له الاخيره مش هقول لك لما انت تشوفها بعينك، عقابا ليك عشان انت ما قلتليش على معلومات كتير عن نفسك. وهو بيكون موافق وبيقول لها عادي ما تقوليش، انا مش عايز اعرف اصلا دلوقتي ومش بحاجه اليها. وجيها بتقول له يا تنما بعد ما انت خلصت الوجهه التانيه بتاعتك وجهتك التالته هتكون ايه؟ وتنما بيقول لها انا بفكر دلوقتي اخش الساحه ديت كذا مره تانية واخلصها. وجهها بتقول له يا تنما انت ما تعرفش ان الساحه ديت بتاخد وقت كبير اما بتتجدد والوحوش بتاعتها تتجدد، ده حتى ممكن الوقت يعدي اليومين. وتنما بيقول في نفسه ده هو السبب اللي خلى ريجي يوقف حراس قدام الساحه عشان تفضلي هو وما يستناش ان هي تتجدد تاني. وبيوجه كلامه لجيها وبيقول لها طب يا جيها مفيش اي ساحه تانية تكون بنفس القوه ديت وفيها وحوش الكارثه؟ وهي بتفكر شويه كده وبتقول له ايوه الساحه اللي انا بفكر فيها دلوقتي ديت فيها وحوش كتيره جدا من النوع اللي انت بتحبه من نوع الكارثه، والوحوش اللي بداخلها اسمها الجراد البري. هي مستوى الوحوش ديت صغير ولكن اعدادهم مهوله، واللي يخش الساحه ديت فلازم يكون بيمتلك مهاره زي مهاره الانفجار تكون وسيعه النطاق. وانا ما اعرفش المهارات اللي عندك فعشان كده انا مش هقرر، انت اللي هتقرر. وتنما بيقول لها خلاص انا هخش. وهي بتحذره تاني وبتقول له يا تنما فكر في الموضوع، انت هتعني جوه ده ما انت مش معاك مهاره الانفجار. وهو بيقول لها لا ما تقلقيش، انا في حاجه في دماغي كده هنفذها جوه بس ما تقلقيش. والمستيقظين اللي موجودين في المكان بيكونوا سامعينهم كويس جدا وبيكونوا مصدومين لان هو يخش ساحه الجراد البري، والساحه ديت ما فيش مستيقظ بيخشها الا لما بيخرج فاقد جزء من جسمه. وبيقرروا ان هم يمشوا من المكان بسرعه لان ريجا يجي هنا عشان ينتقم من الشخص اللي صاب الراجل بتاعه. وبنروح في الساحه الاولى اللي تنما دخلها، اللي بيكون موجود هناك هو ريجي اللي بيكون الغضب باين عليه لان ما بتلاقيش اي حد موجود، والحارس الشخصي بتاعه بيقول له ايوه فالشخص اللي احنا جايين عشان الظاهر كده ان هو مشي. وريجي بيكون غضبان على الاخر وبيقول له ما عداش من الوقت غير 3 دقايق، فازاي قدر ان هو يخلص ساحه بالمستوى ده في 3 دقايق بس؟ والحارس الشخصي بتاعه بيضحك عليه في سره وبيقول له طيب يا سيدي احنا هنعمل ايه؟ وسيده بيكون عارف ان هو بيضحك عليه في سره فعشان كده بيغضب على الاخر وبيقول لي الوغد ده خلاني اضحك وسط الاشخاص التانيين. وبيوجه كلامه الحارس الشخصي بتاعه بيقول له بقول لك ايه، ادام هو استخدم مهارات فاكيد يعني هنتلاقي اثر منها، كلمه الكلب الصياد وخليه يجي هنا يمشي ورا الاثار، انا هوريه الوغد اللي قدر ان هو يضحك عليا ده. يلا
امشي بسرعه ونفذ الامر اللي انا قلته لك. وبنروح في مكان ما، وخصيصا في شارع مهجور بنتلاقي في شخص قاعد وبيكون باين عليه الارهاق والضرب، واللي بنعرف منه اللي عمل فيه كده هو واحد من رجال ريجي، واللي بيحمد ربنا برضه ان هو بيمتلك مهاره بتخليه يزود سرعته، وقدر ان هو يهرب من الشخص اللي بيطارده، والمسافه اللي ما بينهم هما الاتنين كبيره، فده يكون من المستحيل عليه ان هو يعرف يتلاقيه تاني. ولكن فجأة بتلاقي في بق كلب جاي من وراه. ده مش بق كلب، لا ده بق وحش، الانياب بتاعته حد على الاخر، وبيمسكه من صدره وبيوقعه على الارض، والشخص ده بيكون عمال يصرخ من الالم ويعيط، والكلب مع ذلك برضه ما بيسيبوش وبيظهر رجل واحد، وبنعرف من الشخص ده ان هو صاحب الكلب، وبيقول له الظاهر كده ان انت عندك كلام، انا مش هقتلك لما تقول الكلام ده، يلا قوله وخلصني. والشخص اللي الكلب ماسكه من زوره بيقول له سؤال واحد بس قبل ما اموت، انت ازاي عرفت مكاني؟ وصاحب الكلب بيقول له انا حسيت شم قويه، انا قدرت اشمك من على بعد، وده هو السبب الوحيد اللي خلاني اعرف مكانك. وبنتعرف على الشخص ده وبيكون اسمه الكلب الصيادي شارلز، ده هو نفس الشخص اللي كان ريجي كان بيتكلم عليه، والشخص اللي ماسكه الكلب بيكون عمال يعيط وبينزف من كل مكان حرفيا، وبيقول له ارجوك ارجوك سيبنا اعيش. وتشارلز بيبص له كده بنظره مرعبه وبيقول له لا انا مش هعرف، فموضوع موتك ده مش بايدي انا، فانا لو سبتك عايش دلوقتي فالسيد كوينيتش هيقتلني. ايها الكلب المطيع بتاعي يلا دلوقتي كله والتهمه. وبالفعل الكلب بتاعه ما بيتوصاش وبينقض على الوحش ده بانيابه الحاده المفترسه وبيبدا يلتهم فيه، وبيعدش وقت كتير وبيكون خلاص التهمه بالكامل، وبيطلع حاله الاشعارات بتاعته بيكون اسمه كلب الموت من الرتبه بي المستوى 15. ومهارات الكلب دي هي مهارتين اتنين، اول مهاره وهي شم الموت من الرتبة سي، وتاني مهارة وهي شراهة الموت من الرتبة بي. المهارة ديت بتسمح للسيد الكلب ان بعد ما الكلب يموت يقدر ان هو يستدعي روحه مرة تانية. واحصائيات الكلب الهجوم والمرونة 250 والدفاع والسحر 150. وتشارلز وهو واقف بيتلاقي التليفون بيرن وما بنعرفش هو مين اللي بيرن عليه، وتشارلز بيقول انا انتهيت من المهمة اللي انت قلت لي عليها. وتشارلز بيعرف من اللي بيكلمه في التليفون ان في واحد من رجال ريجي اتصاب اصابة بالغة، فهو لازم يحضر في المكان على طول، والظاهر كده ان اللي بيكلمه ده هو ريجي. وتشارلز بيدي الامر للكلب بتاعه بيقول له يلا يا كلبي المطيع خلينا نروح للسيد ريجي ونشوف هو عايز ايه. فالظاهر كده ان في فريسه جديده لينا، وبنسيبه وبنتوجه ناحيه ساحه الجراد البري مع تنما هو وجيهو واقفين قدام الساحه ديت، وهو تنما بيكون بيستغرب من المكان اللي حواليه لان المكان اللي حواليه ما فيهوش بس غير قمح، وجيهو بتقول له الوحوش الكارثه ما بيرتاحوش او يستخدموا كل قوته الا في الاماكن اللي مخصصه ليهم واللي شبههم زي مثلا الجراد ما بيرتاحش غير مع القمح. وتنما اول ما بيتعمق كل الدخل اكتر بيقول لها يا جيها ما فيش هنا حتى مكتب استقبال واحد، وجيها بتقول له ايوه، فمستوى الخطوره بتاعت الساحه ديت مرتفع على الاخر. وتنما بيقول لها بس غريبه، فالساحه التانيه اللي انا لسه كنت خارج منها مستواها اعلى من الساحه ديت، فليه بقى كل ده؟ ريجي بتقول له في الساحه اللي انت لسه خارج منها ديت لو انت اتهزمت قدام الوحوش فانت ممكن ان انت تخرج من الساحه عادي جدا، اما الساحه ديت لو انت خسرت فيها فانت من المستحيل ان انت تعرف تهرب من المكان لان عدد الوحوش الكارثه اللي جوه غير طبيعيه، ولو فقدت حذرك بس ولا لثانيه واحده فالحشرات ديت هتلف حوالين جسمك وتاكل جسمك حته حته، وانت عمرك ما هتقدر تفلت منهم، ما بيسوبكش بس الا لما جسمك كله يتحول لعظم، وعلى عكس المتوقع تنما بيكون فرحان من الموضوع ده وبيقول لها معنى كده ان وحوش الكارثه هنا عددهم كبيره، انا بحب كده. وجهها بتقول له انت مستعجل على المتوج ده ليه؟ استنى يا عم كده كده هتموت، بس استنى بس شويه. وتنما بيقول لها لا انا مش هموت الا لما اخد انتقامي من الوحوش الكارثه اللي قتلوا ابويا وامي. وبعدها تنما بيبدا يخش الساحه وهي جين واقفه وبص له بتقول الشخص ده متكبر على الاخر والتكبر بتاعه ده هيؤدي الى الوفاه، انا حذرته اكتر من مره ان هو ما يخشش الساحه ديت ولكن هو برضه ما سمعش كلامي. ولكن استنى بس لحظه، انا نسيت حاجه مهمه اقولها له، في ان الجراد اعدادهم ما بتخلص، بيقدروا ان هم يكبروا اعدادهم الى لا نهايه، لو عايز يخلص الساحه ديت من غير ما يموت فلازم يقتل الزعيم قبل كل شيء، فالحشرات ديت انت مش هتقدر تجيب اخرها، وانا لازم اخش دلوقتي واقول له على كل ده. وجهها لسه تخش جوه ولكن بتلاحظ حاجه جايه من وراها فببص لها كده بتوتر، واللي بيكون وصل في المكان يا صديقي هو الكلب المطيع لريجي تشارلز، موجود في المكان هو الكلب الخاص بيه. وتشارلز بيبص لها كده بنظره مرعبه وبيقول لها اعذرني يا انسه، اعذرني
حصرا لان انا خضيت واحده بالجمل بتاعك ده، وانا جاي هنا مش عشان اقتلك، انا جاي هنا عشان ادور على شخص تاني. وبنخش داخل الساحه مع تنما وبقول يلا هم مكان قذر، وبيسقف كده وهو متحمس وبقول يلا هم يا وحوش قوموا عمكم ظهر في المكان، قوموا يلا عشان تموتوا. وبالفعل الجراد بيبداوا ان هم يقوموا، ولكن في البدايه بيكون عددهم كبيره جدا، ولكن دي في البدايه بس. بعد بعدة ثواني بيكون عددهم كبيره، وحاله الاحصائيات بتاعهم بتطلع وبيكون الاسم الجراد البري، النوع حشره من المستوى الاول، والموهبه ما فيش اي مواهب، والاحصائيات مخفيه. ومش كل الجراد من المستوى واحد بس يا صديقي، لا، في جراد تاني من المستوى التاني ومن المستوى التالت، بس اكتريتهم من المستوى الاول. وفي 10 ثواني بس بيكون ظهر جيوش قدام تنما، اعدادهم كبيره واعدادهم مهوله، وتنما بينبهر من الاعداد دي كلها، ولكن ده برضه مش هيهمه ولا هيهزه، وبيفعل مهاره انفجار اللوتس، وبقول هم اعدادهم كبيره ولكن ده كله في صالحي انا عشان اطور بيها المهارات بتاعتي، وبالذات مهارة انفجار اللوتس. وعشان ما يتأذاش من الانفجار القوي ده بيحوط جسمه كله بالدرع الجليدي عشان يحمي جسمه من الانفجار، لان لو ما عملش كده فالانفجار هيسحقه، وهو ما انفجرش ليه عشان مستني لما الحشرات يتجمعوا ناحيته ويهجموا عليه، وبعد كده هو يفنجرهم كلهم، وعدد كبير جدا من الحشرات بيتجمعوا فوق وبيهجموا عليه، وهو بيقول الآن تفعيل انفجار اللوتس. بمجرد بس اول ما سقف حصل انفجار كبير جدا قد ان هو يقتل مئات من الحشرات بل الاف. والنظام بيطلع له بيقول له هزمت جراد بري من المستوى الاول، زياده ماده المهاره بنسبه 1%، وخد عندك بقى كميه رسائل مهوله. وتنما اول ما بيخلص الانفجار بتاعه بيقف كده بكل شموخ وبيشيل الدرع الجليدي بتاعه، والحشرات بتترمى من حوالي زي الامطار، وبيطلع له شهر من النظام تاني وبيقول له الاثر السلبي كلما هزمت كائن حي من المستوى الاول او اعلى اتسع مدى جميع المهارات بنسبة 1، وحاليا الزيادات كلها 110. والتنمية بيفرح من الموضوع ده وبيقول احسن حاجة في الموضوع واللي انا كسبته ان مهارة انفجار اللوتس ازدادت بمقدار 10 امتار ونص، وانا لو خرجت 10% بس من القوة ومن المانا فده هيكون كافي ان انا اقضي عليهم كلهم، وحسبة صغيرة كده بس من المانا اللي عندي فانا ممكن اطلق 10 انفجارات مرة تانية. والمانا الحالية بتاعت تنما 258 من 280. وبطلنا بيقول حاجة كده غريبة وبقول استنى بس لحظة، انا قضيت على جميع الحشرات اللي قدامي، هي اللي ما طلعليش دلوقتي يشهر من النظام ان انا نجحت في التحدي. والنظام بيطلع له بيقول له رصد مهارة من الرتبة سي، إرادة الأم الكبرى، تفعيل المحاكاة الفائقة، جر التحليل، نسبة التقديم 1%. وتنما بيفهم على طول ان العدد الهائل اللي كان طلع له من شويه اللي هو قتله مش دي كل الوحوش، لا ده في تاني. وفي مجرد ثانيه واحده بس بيكون الحشرات اتجمعوا فوق تنما باعداد كبيره برضه اكتر من المره اللي فاتت، وبيهجموا كلهم مره واحده على تنما، ولكن تنما بيكون اسرع منهم وبينط من المكان وبيرجع لورا وبيحول جسمه كله بالدرع الجليدي الاسود. انا فكرت اني مفيش اصلا زعيم في الساحه ديت، هو انا معايا لسه مانا كافيه ان انا اطلق 10 انفجارات تانيه، ولكن المشكله اللي بتواجهني دلوقتي ان انا ما اعرفش هو فين مكان الزعيم. هو بيبدا يفعل مهاره الانفجار اللوتس مره تانية وبقول انا ما قداميش دلوقتي خيار غير ان انا اقضي على المجموعه دي هي كمان واروح ادور على الزعيم، ولو ظهرت مجموعه تانية هقتلهم برضه وهجبر الزعيم ان هو يطلع والا هقضي على جميع ابنائه. وبمجرد تسيفه واحده بيقضي على جميع الحشرات اللي كانت موجوده حواليه، وبيتلقى الاشعارات من النظام لقد هزمت جراد البري من المستوى الاول، زياده مدى المهارات بنسبه 1%. والنظام بيختم برساله اخيره كده وهي اتسع مدى المهارات بنسبه 220%. وتنما بيحسبها في دماغه كده وبيقول انفجار اللوتس بقى دلوقتي يمتد الى 16 متر، ده تاثير مدهش جدا. وتنما بيلاحظ حاجه غريبه، لسه الزعيم ما ظهرش، ولما بننزل تحت الارض يا صديقي بنتلاقي في بويضات بتاع الحشرات دي، والبيض ده بيبدا يقفز ويطلع حشرات تانية، والحشرات دي بتبدا تطلع وتتجمع تاني. وتنما بيقول بيتجمعوا مره تانية، هما مش هيخلصوا ولا ايه؟ وتحليل المهاره يا صديقي ما تنساهوش بعد الموتة دي كلها لسه ما وصلش غير 27%. وتنما بيقول المانا بتاعتي عماله تخلص وانا دلوقتي ما قداميش غير 9 ضربات بس من انفجار اللوتس، والمانا بتاعتي دلوقتي 232 من 280. وبيفعل انفجار اللوتس مره تانية وبقول مهما كتر اعدادكم فانا برضه مش همل في قتلكم، وريني دلوقتي بقى اخركم، انتم مجرد حشرات وانا هسحقكم. هو بيسقف في التسقيفه الثالثه، وكما هو متوقع واللي انت عارفه يا صديقي واللي انا عارفه الانفجار ده كل مره بيزيد عن المره اللي قبلها، وبرضه بيتلقى اشعارات من النظام تانية بانه هو هزم جراد بري من المستوى الاول وزياده مدى المهارات بنسبه 1%، والاشعار ده بيتكرر اكتر من مره. وبرضه تنما بيكرر انفجار اللوتس ده
مرتين، لا مش مرتين، ده 7 مرات. وبرضه الحشرات اعدادهم ما بتخلص، اعدادهم كل مره بتزداد اكتر من الاول. وبتلاقي حاله الاشعارات بتاعت مهاره اللوتس هي من المستوى التاني، والزيادات اللي هو بياخدها كل ما بيقتل وحوش دلوقتي وصلت 999. ولما بنشوف تنما بيكون باين على الهراك على الاخر، وبيقول ما فاضلش غير ضربه واحده بس كافيه. وبعد الاعداد الكبيره والمهوله اللي انا قتلتها من الحشرات ديت، برضه الحشرة الأم لسه ما ظهرتش. الظاهر كده ان هو ما بيخافش على اولاده. والمنى دلوقتي يا صديقي فضلش غير 50 بس من 280، وبرضه بعدش وقت كبير والحشرة بيتجمعوا فوق تنما، وكل مرة عددهم بيتزيد عن المرة اللي قبلها. والتنما بيكون واقف وبيكون متضايق على الآخر، لأن هو خلاص المنى بتاعته بتخلص ولسه برضه الزعيم ما بيطلعش. وأنا دلوقتي ممكن إن أنا انسحب من المكان بعد ما التحليل يكتمل، ولكن ده هيكون تصرف ضعفي مني، وانا مش هقدر ابص في عيون جهة تاني. انفجار اللوتس مرة تانية. مهما كتر اعدادكم ايها الاوغاد انا مش ههرب برضه من المكان ومش هنسحب، انتوا اللي هتنسحبوا وانتوا اللي هتخسروا. وبوم بيسقف التسقيفة المعتادة بتاعته بيدمر بيها الجيوش اللي كانت جاية عليه من الحشرات، وبيعمل انفجار الناتج عن الانفجار ده نار بتمحق اي حد بيجي قدامها. واول الانفجار ده بيخلص بطلنا بيكون خلاص جاب اخره والمنى بتاعته كلها خلصت، وبرضه الموضوع بيتكرر مرة تانية والحشرات دي بيتجمعوا تاني فوق تنما. والتحليل المهارة بتاعت تنما بيوصل ل 91%، والتنما بيتضايق على الاخر وبيكون غضبان وبيقول في نفسه من ساعة ما دخلت الساحة هنا وما بيظهرش قدامي غير الجراد من المستوى الاول واجسادهم صغيرة كأنهم لسه خارجين من البيضة حالا. واخيرا يا صديقي تنما بيفهم الموضوع الحقيقي في ان قدرة الزعيم هي التكاثر اللانهائي. هي دلوقتي مستخبية في مكان ما وعمالة تنجب اطفال، وانا واقف هنا وبعاني ومستناها ان هي تخرج بفارغ الصبر وهي ما بتخرجش. وجت لحالة الاحصائيات بتاعت الزعيم اللي اسمها هي ملكة الجراد، النوع حشرة من المستوى ال13. المهارة الوحيدة بتاعتها هي التكاثر اللانهائي، طول ما هي قاعدة بتبدأ ان هي تنجب اطفال. وتنها بفهم على طول وبيحلل الموضوع وبقول ده معناه ان كل اللي انا عملته ده على الفاضي، والمنى بتاعتي خلاص قربت تخلص. حتى لو انا لقيت الزعيم فانا مش هقدر اعمل معاه اي حاجة. وتحليل المهارة بيوصل ل 99%، وديت هي الحاجة الوحيدة اللي هتنجز تنما. واخيرا بيوصل 100%، وظهرت اللوتس بتبدا تطلع وتغطي تنما وتغطي كل مكان وتحمي كمان من الجراد اللي كان هيقتله. اكتمل التحليل، تحليل مهاره من الرتبه سي الا وهي اراده الام الكبرى. حصلت على مهاره استشعار المنى من المستوى الاول. وتنما بيفرح من المهاره دي جدا وبيقول مدى المهاره انا لسه مكتسبها دلوقتي ازداد بمقدار 1100 متر. ده مش بس كده، ده كمان كل ما انا استشعرت عدو بفضل المهاره ديت المنى بتاعتها هتزداد بمقدار 10%. وديت هي المهارة المثالية للساحة ديت. انا ممكن بالمنى اللي رجعت لي تاني اتجاهل الزعيم خالص واكمل في الصيد وقتل الحشرات عشان اطور في المهارات بتاعتي، ولكن جيها مستنياني بره وانا مش هخليها تستنى كتير، فعشان كده انا هنهي الساحة ديت دلوقتي. والنظام بيطلع له تاني بيقول له حصلت على مهارة استشعار المنى، لقد حصلت على 10% لكل الاحصائيات وابطال مفعول الاثر السلبي وترميم الجسد بشكل كامل. والمجموع الكلي للاحصائيات بتاعت تنما دلوقتي 1160. وتنما بيبدأ يفعل استشعار المنى وبيبدأ يحس بكل ذرة منى حوالينه من مدى 1100 متر. خلينا بقى دلوقتي نستشعر بالزعيم، وبالفعل بيبدأ يستشعر والمهارة بتاعته بتبدأ تتفعل وبيحس بمنى كبيرة جدا حوالينه، ولكن بيحس في مكان محدد في منى أكبر من المنى اللي بيمتلكوها الحشرات ديت. وديت هي الزعيم يا صديقي، راقدة وعمالة تنجب أطفال. وبيطلع على طول كرة الاختراق وبيوجهها ناحية الزعيم وبيضخ فيها المنى اللي بداخله وبيبدأ يطلقها ناحية الزعيم. وبوم، وبقول دي حشرة ما تستحقش ان هي تعيش، بتستعملي ولادك كدروع ليكي. ده بالفعل اللي سماك حشرة ما غلطش. والكرة المخترقة بتخترق الأرض وبتتوجه مباشرة ناحية الزعيمة، والحشرة الأم تستشعر المنى من كرة الاختراق فعشان كده بتخترق الأرض هي كمان وبتطلع. ولكن تنما بيكون لها بالمرصاد وبيمتلك على وانفعال مهارتين، أول مهارة وهي الرعد، وتاني مهارة وهي الدرع الجليدي الأسود. بيخش على وهو مزاجه رايق على الآخر وبيقول كش ملك وبيديها بالبنية بيفرتك حرفيا وبفضل موت الملكة. فبكده ما فضلش بس غير الأعداد القليلة اللي قدام تنما، ودول أعداد قليلة بالنسبة له بالنسبة للأعداد التانية اللي قتلها. وبقول لهم لا ما تقلقوش، وبيفعل انفجار اللوتس وبيدمر بها جميع الحشرات الباقية. والجوائز اللي تنما خدها من الساحة ديت قيمة جدا. قدر ان هو يوسع مدى انفجار اللوتس
وقدر كمان ان هو يقوي الكرة المخترقة، وبياخد حجر خبرة الملكة، وبيخرج من الساحة والنظام بيقول له تحقق رقم قياسي جديد، والزمن اللي قعدته في الساحة 17 دقيقة و7 ثواني. وبطلنا بيكون قلقان جدا على جيها، وبيقول انا عارف رد فعلها كويس جدا اول ما هخرج. في البداية هي هبيلي ان هي مش مهتمة بيا خالص، ولكن في الاساس هي مهتمة بيا على الاخر. وتنما بيخرج لها وهو مبسوط وبيقول لها انا جيت اهو، ولكن بيتفاجئ وبيتصدم لان بتلاقي تنما في شخص ماسكها من زرة وهي بتنزف من كل مكان. وطبعا الشخص ده صديقه هو تشارليز، اللي بيبص لتنما وبيقول خلصت استحى وخرجت في وقت قياسي، انت هو الشخص اللي انا جاي اقتله وادي الريجي، استعد يلا لموتك. ولكن ما بنعرفش اللي بيحصل تاني لان حلقة النهارده بتخلص، ولو متحمس للحلقة الجاية ينزل اعمل لك اشتراك. ويلا السلام على اهل السلام. سلام.